كهربا وقضية كهربا، الأهلي وفلامينجو. عجبك الفيديو بالله عليك تبخل على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخيرا ما نبدأ به الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى ناخدها حاجة بس بالله عليك تبخل على باللايك، بالله عليك عايزين مشاهدات بالله عليك. قضية كهربا، طلع الإعلام طبعا اتكلموا عن قضية كهربا، قال لك كهربا هتوقف بعد شهرين، أي يوم 10 ابريل. طب كهربا هتوقف بعد 10 ابريل؟ انا بقول لحضرتك لا، اسمع مني عشان بجيب لك الخلاصه. بقول لحضرتك لا، وانا كنت اول واحد قلت لك كهربا مش هيتوقف لما قال هيتوقف مش عارف 2 مش عارف فبراير ولا كام ومش عارف ايه والكلام الفاضي. انا قلت لك لا، قلت لك كهربا مش هتوقف عشان دي جلسه استماع. فانا برجع اقول لك تاني اهو، هل كهربا هيتوقف يوم 10 ابريل بعد شهرين من اصدار العقوبه؟ انا بقول لحضرتك لا، لان كان في افراح وظهر الحق وزهق الباطل ومش عارف ايه ونادي الزمالك طبعا، وكهربا هيتوقف وهنتحين وهناخد فلوس وهنعمل والحكايه والروايه. ما فيش الكلام ده، انا بقول لك ما فيش الكلام ده. كهربا هيتوقف بعد شهرين؟ لا، مش هتوقف بعد شهرين. طب ايه اللي هيحصل؟ اسمع مني واعمل لي لايك دلوقتي. ايه اللي هيحصل يا سيدي؟ المحامي بتاع محمود عبد المنعم كهربا بيكتب عريضه دلوقتي استئناف. لو اتقبل الاستئناف ده هيمحي القرار بتاع الوقف بتاع كهربا. الاستئناف محامي كهربا هيقدمه من دلوقتي قدامه 10 ايام، هيقدم العريضه دي، هيقدم الاستئناف. لو اتقبل هيمحي العقوبه بتاع الكهرباء، وهنستنى يوم 10 ابريل وهتبقى فيه عقوبه جديده. ايه العقوبه دي؟ انا بقول لك الفيفا بيجي في مصلحه اللاعب، خصوصا ان هو خلص ال 28 عدى ال 28، بيجي في مصلحه اللاعب. طب يا محمود يا عبد المنعم كهربا احنا هنقسط لك المبلغ. انا قلت الكلام ده والله العظيم قبل كده، يا كهربا احنا هنقسط لك المبلغ بس العب، بس كوقف ومش هتزاول اي نشاط رياضي زي ما الاعلام بيقول. مفيش الكلام ده، اصل قالك بعد شهرين هيتحرم 6 شهور من اي مزاوله نشاط رياضي. مفيش الكلام ده، انا بقول لك مفيش الكلام ده. اسمع مني، بقول لك مفيش الكلام ده. وبقول لك تاني، اول واحد قلت ان كهربا مش هتوقف يوم 2 ابريل لما الناس اتكلمت قال لك كهربا هيتوقف في عقوبه، قلت لك ساعتها ده جلسه استماع وهيقولوا وهيعيدوا، واديني بقول لك دلوقتي اهو كهربا مش هيتوقف. اتقبل الاستئناف بتاع محامي كهرباء، شكرا، العقوبه تترمي في الزباله. هيبقى في قرار جديد، والقرار الجديد ان الفيفا بقول لك اهو بيجي في مصلحه اللاعب، ما بيجيش في مصلحه النادي. هتاخد فلوسك يا نادي بس اللاعب هيلعب، اللاعب مش هتوقف. هيطلعوا هم يقولوا بقى الاعلام بتاع الزمالك الحكايه والروايه وي زي ما كان بيقول لك الخبير مش في اللوائح، بيقول لك كهربا هتوقف من 2 ابريل، اصل ده قانون، اصل مش عارف ايه. يا جدعان ده انتوا دارسين، المفروض ان انتوا فاهمين. ولا كهربا توقف ولا كهربا مش عارف ايه. كهربا مش هيلعب ماتش سموحه، ما كهربا لعب. اصل كهربا مش هيلعب ماتش الزمالك، ولو لعب ماتش الزمالك هنتحجج وهنفتح وهنرفع وهنعمل وهنسوي. وكهربا لعب وجاب فيك جول. هم اللي كانوا بيقولوا كده، وكهربا كان بيلعب. انا بفهمك الاجواء ماشيه ازاي. اصل نادي الزمالك لو مش هيكسبك كوره وما بيعرفش يكسبك كوره، فبيكسبك بالصوت العالي، بيخرجك بره الكوره خالص، زي ما خرجك كده ايه ريال مدريد كسب العيال 4 مش عارف. يا عم انا بلعب ريال مدريد، انت عارف القيمه التسويقيه بتاع ريال مدريد قد ايه؟ انا بلعب بطل اوروبا، انت عارف بطل اوروبا لعبته مين ومين؟ انت بتتغلب من فاركو ومن اسوان وغزل المحله ومش عارف مين ومين. خد بقى التقيله، خد الحته الحلوه دي من سيد عرب. كمان 10 ايام. شفت انا بقول لك اهو الزمالك هيزعل زعله حلوه. الناس اللي كانت بتطبل دي وظهر الحق وكهرباء وهناخد فلوس ودولارات والدنيا هتبقى فل الفل، مفيش الكلام ده. خد بقى الحته الحلوه دي من اخوك حبيبك سيد عرب، بس ما تنسانيش في اللايك بالله عليك. كمان 10 ايام
الزمالك هيبقى ملزم بدفع تاني، الزمالك هيبقى ملزم بدفع 2 مليون و3/4 مليون لخالد بوطيب مع 5% فوايد لمدة 3 سنوات. تاني انا بقول لك اهو، تنسانيش بقى في اللايك، بص حاجات حلوه اهو وحركات وحلويات، تنسانيش في اللايك. الزمالك هتزعل معاك او جماهيرها في ايه؟ ان هيبقى خلال 10 ايام هيصدر قرار نهائي بدفع الزمالك غرامه محمود اما خالد بوطيب المغربي، لو فاكرينه اللي جابه تركي آل الشيخ، والزمالك ما قدرش، مش قادر على فلوسه ومشاه، ولعبوا ماتشين 3 كده وحركات كده وحصلت ومشوه من غير فلوس. هيبقى ملزم قرار نهائي تاني، قرار نهائي بدفع 2 مليون دولار وشويه قصور كده في خلال 45 يوم. طب لو ما دفعش، حبيبك بقى اهو، ما تنسانيش في اللايك، كومنت حلو كده، لو ما دفعش هتوقف فتره قيد؟ لا مفيش فتره قيد هتوقف. ليه؟ انت مش فتره قيد، خد مني، انت مش فتره قيد. امال هيبقى فيه ايه؟ خصم نقط. يعني انت في الرابع وان شاء الله هيكسب المقاولين، يبقى انت تنزل سادس ولا خامس، ها، وبعد كده خصم منك نقط، ندور عليك تحت بقى مع الحلويات اللي تحت اللي بتصارع في الهبوط مع حبيبك الاسماعيلي. ف حاجه حلوه ايه، خبر لوز اهو، محدش يتكلم عليه، بس انا بقول لك عليه دلوقتي. محمود عبد المنعم كهربا هيتوقف؟ لا مش هيتوقف يوم 10 ابريل اللي هو بعد شهرين، لا مش حضرتك بقول لك مش هيتوقف. كل اللي هيحصل المحامي هيقدم استئناف، يتقبل الاستئناف، العقوبه خلاص تتركن على جنب، يبقى في قرار جديد. القرار الجديد اللي بقول لحضرتك عليه، هو الراجل كده هيدفع كده، والمحامي بتاع كهربا قال لك انا هدفع كده، محمود كهربا هيدفع وجاهز انه يدفع، بس هيدفع تقسيط. كان الزمالك بيقول لك انا مش هقسط ومش هعمل والحكايه والروايه والتيت والشريط، لا هيدفع بس هيقسط، فلوس عليه هيدفعها. وقال لك الاهلي مش طرف، بس طبعا الاهلي اكيد هيساعده. ادي قصه محمود عبد المنعم كهربا. طبعا السوليه بيغيب عن ماتش الاهلي وفلامينجو بكره ان شاء الله باذن الله. طبعا عنده شد في العضله الضمه، فهيغيب 100%، هيغيب 100% للاصابه، مش هيبقى موجود مع النادي الاهلي. هيلحق ماتش الهلال؟ لا مش هيلحق ماتش الهلال، هيلحق ماتش اسوان اللي ممكن يتاجل. ممكن يتاجل وممكن لا، بس انا سمعت ان في رابطه الانديه رافضه اي تاجيلات. نادي اسوان في لفته طيبه قال لك انا بدعم النادي الاهلي، ولو الاهلي عايز ياجل انا هاجل، انا مش معترض، بس الاهلي يقدم على التاجيل وانا هاجل عادي، انا مش معترض على التاجيل. طبعا شكرا نادي اسوان، ما بنحبكوش من فراغ، والله بنحبكم يعني لله، ما بنحب يعني ما بنهرب يعني، في شويه في انديه كده سبحان الله الواحد بيحبها. اسوان نادي اسوان من ضمنها، فنادي اسوان قال لك ايه؟ قال لك انا ما عنديش مشكله ان اجل ماتش الاهلي، خصوصا يوم 18 انت هتلاعب الهلال، مش عارف بعدها بيومين هتلاعب اسوان، الهلال ام درمان طبعا، وبعد كده ترجع تلعب اسوان، هيبقى في سفر وفي اجهاد على لعيبه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي هيطالب بتاجيل مباراه اسوان، الزمالك طالب بتاجيل مباراته، هو مش عارف يتشر، فرابطه الانديه رفضت، فممكن رابطه الانديه برضه ترفض للنادي الاهلي عشان يبقى يعني مبدا واحد. خرج علينا الكابتن ميدو اتكلم على ماتش الاهلي وريال مدريد، قال لك لعيبه ريال مدريد كانت بتلعب على الواقف. الظاهر كده الكابتن ميدو ما كانش شايف الماتش كويس، كان بيتفرج على ماتش تاني، كان بيتفرج على ماتش الزمالك وفاركو، الزمالك هو اللي ما كانش واقف في ماتش فاركو، فاركو كانوا بيلعب الزمالك على الواقف في الماتش بتاعه، ما شافش ماتش الاهلي وريال مدريد. انت حضرتك كابتن ميدو ما شفتش ان الاهلي ضغط ريال مدريد في ال 18 بتاعته؟ يا كابتن ميدو حضرتك ما شفتش محمد شريف بيضيع؟ يا كابتن ميدو حضرتك ما شفتش وحسين الشحات بيضيع مره واثنين وثلاثه؟ يا كابتن ميدو ما شفتش قفشه بيضيع كوره عند 6 ياردة جون 100% جون؟
يا كابتن ميدو ما شفتش طاهر محمد طاهر وبيحط الكره في الهيد بالجون والجون بيطلعها؟ يا كابتن ميدو ما شفتش كم ضربه ركنيه، كم هائل من الضربات الركنيه للنادي الاهلي؟ ما شفتش ده كله عشان تقول لا ريال مدريد كان بيلعب على الواقف؟ لا انت حضرتك كنت بتشوف ماتش تاني، والله كنت بشوف ماتش تاني، ما كنتش بتتفرج على ماتش الاهلي. حضرتك كنت بتشوف ماتش تاني. يا ريت يا جدعان اللي يطلع يتكلم يعني ايه، انت المفروض اللي انت اعلام يعني والناس بتشوفك، فيا تقول الصح يا ما تقولش، يا تقول الصح يا حضرتك ما تتكلمش خالص. يا حضرتك ما تتكلمش خالص، ما تتكلمش على حاجه انت ما شفتهاش. الواضح انت كنت بتشوف ماتش تاني. ما شفتش النادي الاهلي بيلعب بطل اوروبا، ما بيلعبش بقى غزل المحله ولا بيلعب فاركو ولا بيلعب اسوان، لا بيلعب بطل اوروبا، وكان ضاغط على بطل اوروبا. ما كانش بيخليهم بيعرفوا يطلعوا من ال 18، بيغلطوا من عند ال 18. لولا في لاعبين ما كانوش في حالتهم كنا هنشوف ماتش تاني، والله كنا هنشوف ماتش تاني. تخيل كده ان ديانج في حالته، تخيل السوليه في حالته، تخيل ان كل يا سيدي يعني 50% من الفرص اللي راحت من النادي الاهلي جت. ما تقوليش 4-1. انت جيل الجونين التانيين دول بعد الدقيقه 93 او 92 بالوقت الضايع، كان خلاص في انهيار بدني للنادي الاهلي خلاص. تخيل معايا كده 50% من الفرص اللي ضاعت جت جول. تخيل معايا كده ان كره محمد شريف ولسه 0-0 الكره دي جت جول. تخيل معايا كده لو محمود متولي شتت الكره صح ما لشتش منه وما جاش جول في النادي الاهلي في الاولاني، جول الاولاني. تخيل معايا كده لو محمود متولي برده ما كانش مغطي الاوفسايد واتحسب اوفسايد الجول الثاني. تخيل معايا كده شويه تخيلات، هتلاقي نفسك كنت بتتفرج على ماتش تاني، والله كنت بتتفرج على ماتش تاني. يا ريت اللي بيتفرج وبيتكلم يتكلم صح، يتكلم صح. النادي الاهلي شوف بعد الماتش الناس بتتكلم ازاي بره عليه وهنا بيتكلموا بره ازاي عليه. الاعلام الزملكاوي بيتكلم ازاي على النادي الاهلي، يقول لك ابو 4 ومش ابو 4. يا عم انتوا ايه؟ مفيش لما مدربين عظام يطلعوا يتكلموا على النادي الاهلي يقول لك الاهلي ما كناش نعرف انه بالقوه دي، والاهلي ومدح في النادي الاهلي، وانتوا تذموا في النادي الاهلي هنا. مش بقول لك، انا مش بقول لك مش هتعرف تلعب معايا كوره، مش هتعرف تاخد معايا لا حق ولا باطل في الكوره. جعجعه على الفاضي، جعجعه على الفاضي. النهارده الزمالك هيلعب وان شاء الله هيخسر، ان شاء الله هيخسر. انا مصر وبحب الاهلي، بحب مصر وبحب الاهلي، بشجع مصر بشجع النادي الاهلي بس، ما بشجعش اي نادي تاني. ان شاء الله الزمالك هيخسر عشان بقى نخلص بقى، وان شاء الله العقوبه تبقى على العقوبه بتاع ابو طيب دي تتنفذ فعلا. ان شاء الله باذن الله الاهلي بكره هيلاعب فلامينجو، وان شاء الله الثالثه يا اهلي بعد اذنك، الثالث يا اهلي بعد اذنك، الثالث بلاش الرابع بعد اذنك، عشان احنا احق، والله احق بالمركز الثالث. احنا كنا احق، مش هقول لك كنا احق بالفوز يعني في ريال مدريد، لا احنا لعبنا حلو ولعبنا حلو قوي. اذا عجبك الفيديو بالله عليك ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، بالله عليك ما تبخل عليها باللايك، والله العظيم بتعب مونتاج وحركات وبتاع، فما تبخلش عليها باللايك بالله عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.